السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع جديد المنتخب الوطني المغربي وآخر الأخبار المتعلقة بالإصابة ديال أشرف حكيمي ونصير مزراوي، وكذلك شنو قال المدرب بلجيكا على المنتخب المغربي، وكذلك إيدين هازار. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو وديروا جيم في اشتراك القناة باش يوصلكم كل جديد. ونبداو مع التصريح ديال المدرب ديال بلجيكا، بحيث قال بأن المنتخب المغربي لا حاول يلعب بخطة هجومية، يعني ببلوك طالع، فهو غيخلي مساحات وراه وغادي هما يستغلوهم. زعما كيحذر وليد الركراكي من انه يلعب خطة هجومية، وهذه غير الطريقة ديال التمويه ديالو باش يربك الاوراق ديال وليد الركراكي. هما باين عليهم يعني متخوفين من المنتخب المغربي. وكذلك تصريح ديال ايدن هازار اللي قال بان المنتخب المغربي منتخب قوي بزاف، وقال هو المنتخب المغربي بحال كندا، ويمكن هو اكثر كاع من كندا. وقال بان خص المباراة ديالنا مع المنتخب المغربي تما اللي خصنا نبينوا القوة ديالنا، يعني عارفين هما المستوى ديالهم اللي لعبوا به الماتشات الاخرين ديالهم الودية ولا الرسمية، راه ماشي داك هو المستوى اللي غيقدروا يهزموا به المنتخب المغربي. خصو يعطيو اكثر، تعترفوا بالقوة ديال المنتخب المغربي والتخوف ديالهم منهم. وكذلك الاخير اخبار على نصير مزراوي حول الاصابه ديالو. نصير مزراوي ما غيشاركش ضد بلجيكا، تاكد الاصابه ديالو بان خصو شويه د الراحه، وغيكون واجد ان شاء الله في المقابله ديال بلجيكا من بعد ما تصاب في الماتش الاخر ديال المنتخب المغربي ضد كرواتيا. وكذلك حول اشرف حكيمي من بعد ما كان حس بعض الالم يعني في الفخذ ديالو في المباراه الاخيره ضد كرواتيا، هذا الالم بسيط. اليوم الخميس هو ما حضرش الحصه التدريبيه مع الزملاء ديالو، فهو دار تمارين طبيه بوحدو. وتبين من التقرير الطبي ديال اليوم الجمعة بأنه ما عندوش شي إصابة خطيرة، عنده إصابة خفيفة. وقاموا يعني الطاقم الطبي بمجهود كبير باش يأهلوه يكون واجد إن شاء الله ضد منتخب بلجيكا، وغيكون إن شاء الله موجود. المهم غير نصير مزراوي اللي ما غيكونش موجود ضد بلجيكا حتى المباراة ديال كندا. أما أشرف حكيمي فإن شاء الله غيكون جاهز في المقابلة المقبلة. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.